اسهل طريقه ممكن تعملي بيها الميني بيتزا للولاد وللعزومات وكمان لللانش بوكس في النادي وفي المدرسه، وحلوه جدا للمناسبات. ولو مثلا عيد ميلاد مش محتاجه تجيبي من الافران سيليزونات وباتيهات، هتقدري تعمليه في البيت. وكمان بتفرزيه، بتشيليه في اي كيس حفظ الطعام بيتقفل، او مثلا كيس بلاستيك بيتربط، وبتشيليهم حتى لو هم جاهزين كده اهوت زي ما انتم شايفين، او في علبه تلاجة. بتطلعيهم بس تسخنيهم في الميكرويف 30 ثانيه، بيرجعوا زي ما انتم شايفين كده، بيفكوا، ما بيبقاش فيهم اي حاجه، ولا اكنك اصلا حطاهم كنت في الفريزر. فينفعوا انك تعمليهم قبل المناسبه مثلا بشويه، او مثلا تعمليهم اول الاسبوع للولاد في المدرسه، وينفعوا معاهم الاسبوع كله. حلوه جدا ومشبعه، وممكن تحطي عليها اي نوع الخضار او اي نوع لحوم، او مثلا فراخ او شاورما. وكمان الولاد اللي مش بيحبوا الخضار، هتسهل معاكي ان هم هياكلوا اي نوع خضار انت هتحطيه في البيتزا. جبنه الموتزاريلا دي نوعها الاطباء. المقادير هي كوباية دقيق، عليها نص كوباية مية دافية، ربع كوباية زيت زيتون، معلقة كبيرة خميرة، معلقة صغيرة سكر، ورش